هذه الأبيات اعتبرها تحدي لكل من يطلق على نفسه صفة شاعر على هذا البرنامج. تكون الأبيات أو الرد على نفس المبنى والمعنى والقافية. بدينا باسم من أسرى بعبده ليلة المعراج، عزيز الجاه سلطان الحوائج ساعة الحاجة، وصلى الله على خير البشر ما طافوا الحجاج، على من يستهل النور في دربه ومنهاجه. وبعد الآن بنبدأ بغاف الشعر دون إحراج، من الراس الذي لا قال شعره يطلق حجاجه. أنا في ساحة الشعار عزمي مثل ما الحجاج، وكم شاعر أمام أبيات شعري صابها حراجه. تقوم أفواج في راسي وتلحق بعدها أفواجنا، باب الأدب والشعر وأغفالها ومزلاجه. أنا يا معشر الشعار من صنعاء إلى قرطاج، لي الميدان أنا عارف مدخالها ومخراجه. يا مرحبا مليون شاعر مقدمي وحاج، بحور الشعر له ميزه مرقى وسط مجلاسه، فلا تحلم ولا تركن بأنه يخرسك يتاج، لأنه من هاليافع مربع وسط مدراسه، ومن ريمه يجيك الرد من شاعر قوي من تاج، ومتمكن بأبياته ومتخضرم بهوجاسه. بحور الشعر له لعبه حذاري يطرحك بالصاج، توخى للحضر من قبل تتذوق لغطساته. وبختم في قصة شعري محمد صاحب المعراج، عليه أفضل صلاة ربي عدد ركعات صلواته، عليه أفضل صلاة ربي عدد ركعات صلواته. سلام.